كل حاجة بتختلف. أولا شد الوجه بالمنظار هو لحد عنده ترهل في عضلات الوجه. بصي، هو المشكلة الأساسية دايما هي عضلات الوجه أو اللي اسمها سلاير، مم. اللي هي ممتدة من الوجه للرقبة. الطبقة دي لما بتترهل بنبقى محتاجين نرفعها. مم. طيب لو الطبقة دي مترهلة بس مفيش ترهل في الجلد، فاحنا بنلجأ لشد الوجه بالمنظار. وبالتالي عدد الحالات الكانديديت للعملية دي قليل جدا، لأن قليل قوي لما حالة بيبقى عندها تهدل بسيط خالص في العضلة وتيجي بدري للجراح مم. فيشد لها بالمنظار. وأنا شخصيا ما بحبوش قوي، لأن هو ما بيديش شد قوي وشد ممتد، لأن مهما كان في العملية دي بالذات محتاجة إن انت تشدي العضلات بصورة كاملة. مم. تمام. طيب في حاجة بقى تانية اسمها شد الوجه المصغر. هي شد الوجه المصغر باختصار ان مريضة عندها الرقبة كويسة بس التهدل جاي كله في عضلات الوجه. مم. فبدل ما بيبقى الجرح كامل بتاع شد الوجه والرقبة، بيبقى الجرح من قدام الأذن فقط.